حول هذه الظاهرة وحقيقة وجودها في تونس تقرير لمليكة الجباري وتفاصيل أكثر. ظاهرة جديدة على المجتمع التونسي إلا أنها بدأت تدفع على السطح هي التشيع. الأرقام الرسمية عن عدد الذين تشيعوا في تونس غائبة، إلا أن هناك من يقدرها بعشرات الآلاف. ولموجة التشيع هذه أسباب بحسب الباحث شاكر الشرفي. دعمت أحزاب شيعية صرفة، يعني هناك أحزاب أخذت تأشيرات، تحصلت على تأشيرات هي شيعية، جمعيات شيعية. إيران دعمت حتى أحزاب علمانية وأحزاب شيوعية واشترطت الذمم. حالة التشيع المذهبي أيضا تكاثرت ونمت، فأصبحت لنا حسينيات في تونس. التشيع في تونس ليس مذهبيا فحسب، بل سياسيا وإعلاميا، في مسعى لدعم سياسة إيران ومخططاتها في تونس والمنطقة العربية. هناك قنوات يعني هي إيرانية تشتغل مع المخابرات الإيرانية ومع المخابرات السورية وتمولها إيران، قنوات تمولها إيران. هناك إعلاميين يكتبون الآن يدافعون مقالات. أنا من تونس راشد الخياري مدير موقع الصدى، أهلا بك معنا أستاذ راشد. أستاذ راشد، بداية ما حقيقة هذه الظاهرة؟ هل هي فعلا موجودة في تونس؟ للأسف الشديد كما كنا نتابع الآن في تقريركم الذي أنجزتموه، يعني ومررتموه قبل قليل. نعم. نحن الآن ندق عبر قناتكم، الآن ندق نواقيس الخطر. الوضع مخيف مرعب. تونس الآن على أعتاب يمن جديد. هناك عملية إفراغ لتونس من الشيوخ ومن العلماء، وتم إغلاق جامع الزيتونة الذي كان يقاوم التشيع في تونس. تم تصفية كل من هو معارض علميا للشيعة بطريقة يعني غريبة جدا. إيران كما كان يشير التقرير الآن، إيران اخترقت صفوف الثورة في تونس، حتى الثوار اخترقت صفوفهم، واخترقت أيضا صفوف الثورة المضادة. إيران الآن تلعب على كل الحبال. قد قلت قبل قليل جملة مهمة، ناقوس الخطر، وهناك مخطط إيراني في تونس. هناك معادلة صحيحة لا مفر منها، التشيع يقابله إيران. ماذا تريد إيران من تونس؟ طبعا إيران حتى في كتاباتها الإيرانيين وهؤلاء الفرس أن يتناسوا أو أن ينسوا أن العرب من أسقط وأذل إمبراطوريتهم وأخضعوها للإسلام. وهذا سر حقدهم على الصحابة وعلى عمر بن الخطاب وعلى خالد بن الوليد تحديدا حينما دخلوا إلى حمص. كلكم تعلمون ماذا حدث لقبر خالد هناك حينما دخلت عناصر حزب الله إلى مدينة حمص. الوضع الآن في تونس كما أشرت لكم هناك انتشار، أنا أسميه هذا السرطان، وكنت قد دققت نواقيس الخطر في عدد من وسائل الإعلام التونسية التقديم. هناك لطم، هناك ندية في تونس السنية المالكية منذ 14 قرن للأسف الشديد. هناك تواطؤ رسمي في الدستور التونسي أن تونس دينها الإسلام، دين التوحيد. يعني من غير المعقول أن نسمح للبوذيين أن ينشطون في تونس. كذلك من غير المعقول أن نسمح لمن يعبد غير الله عز وجل من هؤلاء الشيعة بالنشاط في تونس. على الدولة أن تتدخل وأن تحمي تونس. نحن الآن أمام مصير مخيف، أمام مصير مرعب. في اليمن كانت الأوضاع هكذا واستهان بها الجميع ولم يسمعوا للتحذيرات. وانظروا الآن إلى عاقبة اليمن، الآن مشتت مدمر. سوريا مدمر الآن لأن العلماء والشيوخ وأعيان البلاد لا يسمعون النصائح. هل تريد الدولة التونسية بعد 5 أو 10 سنوات أن نتحدث عن طائفة شيعية تتدخل إيران لتزويدهم بالسلاح ولقيامهم نعم. حتى المناطق الفقيرة إيران تنشط فيها. هنا في تونس نعاني من المركز الشيعي في تونس، المركز الثقافي الإيراني في تونس الذي يدير كل عمليات التشيع وشراء ذمم الإعلاميين الحقوقيين السياسيين، يعني تقريبا كل الأحزاب. نعم. الوقت يداهمنا، أنا آسف، أنا أعتذر منك أستاذ راشد. سؤالي الأخير لك، يعني مثل هذه الظاهرة التشيع هي فكرة قبل أن تكون فعل. أين هو الوعي الديني مما يجري في تونس، وأين هي المؤسسات الدينية في تونس مما يجري الآن بخصوص هذه الظاهرة الجديدة التشيع؟
نعم، أحيطك علما بالوضع التونسي. ربما الكثير خارج تونس لا يعرف الوضع الديني في تونس. بعد 20 سنة الجفاف التي عمل النظام بن علي على غرس كل مظاهر التدين في البلاد وأغلق المساجد وأغلق الجامعات ومنع الحجاب، نعاني في تونس من مشكلة التصحر لنشر التشيع، لأن بن علي قضى على كل العلماء في تونس. لا يوجد حاليا تقريبا أي علماء في تونس، هناك قلة إلا على. نعم. أشكرك جزيل الشكر من تونس الأستاذ راشد الخياري مدير موقع الصدى.